جبت لكم الطريقة الصحيحة كيفاش توصلوا لهذا اللون بدون أضرار. غادي نعطيكم الشرح بالتفصيل، نعطيكم فيديو تطبيقي تتبعوا معايا جميع الخطوات إلى آخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم أخواتي؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن أحوالكم، وتحياتي لكم جميعا أينما كنتم أخواتي. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم فضلا وليس أمرا. شكرا لكم جزيلا هكذا باش تشجعوني دائما نجيب لكم الجديد. كيف ما أنا ما كنبخلش عليكم تنتوما ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. شكرا لكم جزيلا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. غندوزو للشرح بالتفصيل من بعد نعطيكم التطبيقات. غادي نبداو على بركه الله. عندي خصله لون اسود شديده السواد، غنعمل لها التفتيح بالديكاباج مع الاوكسيدون. ضروري من هذه المرحله هذه باش نتحصلوا على نفس اللون اللي شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. ضروري نعملوا التفتيح للشعر الغامق. عندي هنا شعر شديد السواد الاسود، هانتوما شوفوا هنا. غندوزو بالطريقه بالنسبه هنا للقياسات على حسب كثافه الشعر ديالكم. هنا غادي ناخذ مثلا معلقه، كناخذ 2 معالق اوكسيدون. دائما الاوكسيدون تيكون مضاعف. خدينا نسبه ديال الديكاباج كناخذ الاوكسيدون مضاعف رقم 30. فهمتوا؟ غندوزو باش نطبق على الخصله ديالي. هنا ناخذ قياس خصله فقط. نتوما على حسب كثافه الشعر ديالكم ممكن تضاعفوا القياسات. نتوما ناخذ انا قياس خصله فقط. دو ديكاباج ازرق كميه مضاعفه اوكسيدون 30. غادي نخلط كلشي مزيان. حتى كيولي كلشي على شكل كريم. من نطبقوا على الغسله ديالنا من الجذور حتى اطراف الشعر. نحاولوا نشبعوها مزيان بالبرودوي. من بعد هنا 45 دقيقه غنتلاقى معكم. كل 20 دقيقه نحاولوا نشبعوا الغسله ديالنا. ناخذوها ببابي الومنيوم. من بعد 20 دقيقه غناخذوا نزيدوا لها البرودوي ونعاودو نغطيوها 2 مرات. غنزيدو لها البرودوي من بعد كل 20 دقيقه هكذا باش الشعر كيتشبع مزيان. وكنركزوا كذلك على الملاحظه. نشوفوا الشعر ديالنا منين وصلوا للدرجه ديال اللون اللي بغينا غادي نحبسوا. هنا من بعد 45 دقيقه شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه اخواتي. هنا زدت كل تقريبا 20 دقيقه زدت هنايا البرودوي الغسله. شوفوا اللون هنايا تنغسلوه يزيد يبان. ملي كيكون الشعر في البرودوي ما كيبانش حتى كنغسلوه. شوفوا اللوين هنا خواتي ممكن ديروا 2 مراحل. دائما جميع المراحل فوق البوني كنديروا مثلا 45 دقيقه. باقي عندنا هنا مثلا النحاسي او الاحمر كنحاولوا نغسلوا الشعر نعاودوا مرحله 30 دقيقه 15 دقيقه على حسب قاعده الشعر ديالكم وعلى حسب يعني نوعيه الشعر ديالكم. هنا كاين الشعر اللي ممكن يتفتح لنا هنا في 30 دقيقه على حسب. الا كان الشعر ما فيه لا صباغه لا والو 30 دقيقه كيتفتح. كان الشعر يعني عنيد غنديروا مرحلتين. المرحله الاولى 45 دقيقه كنزيدوا البرودوي كل 20 دقيقه. من بعد كنغسلوا الشعر. من بعد كنعاودوا مرحله 2 على حسب 15 دقيقه 30 دقيقه على حسب يعني نوعيه الشعر ديالكم. نغسلوا الغسله ديالنا اخواتي. هنا هانتوما تشوفوا هنا اللوين. هنا عندي درجه تفتيح برتقالي فاتح جدا. عندي برتقالي فاتح جدا الاورانج. غادي نعطيكم القواعد كيفاش نتخلصوا من هذا اللون. نعطيكم هنا الجدول. كان عندي لون اسود قاعده، كانت عندي لون اسود عملت لها التفتيح بالديكاباج والاوكسيدون مرحله واحده 45 دقيقه.
تحصلت على درجة تفتيح رقم 7 ذهبي. يعني هاد الذهبي هو البرتقالي فاتح جدا، يعني فيه ديك اللمعة ديال الذهبي، هو هذا اللي عندي في القاعدة. درجة تفتيح رقم 7. يعني باش نتخلص من هذا اللون، هذا اللون الغير مرغوب اللي تحصلت عليه في القاعدة من بعد ما عملت تفتيح الخصلة اللي كانت عندي أسود، عندي هنا لون غير مرغوب ذهبي رقم 7 برتقالي فاتح جدا اسمه ذهبي. غنرجعوا إلى دائرة الألوان. هنا البرتقالي بصفة عامة سواء كان غامق فاتح متوسط، يعني البرتقالي ومشتقاته باش نتخلصوا منه خصنا نستعملوا هنا مصحح ازرق الذي يقابل اللون غير مرغوب برتقالي. هذه هي القاعده، فهمتوا؟ هنا انا ما غنستعملش مصحح، غناخذ بديل ديال المصحح. نمشيو للارقام المشتقه. عندي هنا الرقم 1 رمادي، يعني الرقم المشتق 1 وراء النقطه يسمى رمادي. هو هذا اللي غادي يخلصني من اللون الغير مرغوب اللي عندي في الخصله. عندي 1 وراء النقطه، فهمتوا؟ هذا هو اللي غادي يخلصني من اللون الغير مرغوب برتقالي اللي خرج لي هنا في القاعده، فهمتوا؟ يعني الرقم 1 وراء النقطه يسمى رمادي، فيه نسبه من المصحح الازرق اللي كيخلصنا من اللون الغير مرغوب برتقالي. هنا خواتي الى خرج لكم مثلا على حسب شعركم يقدر يخرج لكم هنا الاصفر والبرتقالي، هنا غادي نستعملوا الرقم المشتق 2 بنفسجي. يعني هنا غادي نوليو نستعملوا يعني جوج مصححات، غنستعملوا بنفسجي. فهمتوا كيفاش؟ مثلا غتاخذوا الرقم، انا غندير هنا ميلونج ما بين جوج ارقام، الرقم 12 عمود صفرين وعندي هنا 9.1. نتوما الا كان عندكم الاصفر ديروا 12 عمود 2، فهمتوا؟ دائما الميلونج ما كنطبقوش بطريقه عشوائيه، حتى كنشوفوا القاعده عاد كنختاروا الميلونج المناسب بالاساسيات وقواعد الصبغه. ما يمكنش انا عندي هنا البرتقالي نكتفي ب 9.1 ممكن، ولكن غادي يخرج لي اللون شويه غامق، فهمتوا؟ انا بغيتو يكون فاتح، هادشي علاش استعملت الرقم المركز 12 عمود صفرين. بالنسبه لاسم اللون خذوا اي ماركه متوفره عندكم. انا كنعطيكم هنا الماركات اللي كنخدم. نتوما بالنسبه للاخوات الجزائريات، الاخوات اللي في الدول العربيه، الاخوات اللي في اوروبا، يعني غتاخذوا اسم اللون. بالنسبه لهذا اشقر فاتح جدا بلاتين مركز، اشقر فاتح جدا بلاتين مركز. بالنسبه ل 9.1 اشقر فاتح جدا رمادي، اشقر فاتح جدا رمادي، بلوند سوندغي تخي تخي كلار. انا عطيتكم الاسم وعطيتكم الرقم لان بزاف د الاخوات كيدخلوا عندي في التعليقات ما عندناش هاد الماركه. ما كاينش مشكل، خذوا نفس اسم اللون. الاسم لا يتغير، الرقم يتغير من ماركه الى اخرى. كنذكر لكم الرقم وكنذكر لكم الاسم. هنا انا عطيتكم ارقام عالميه، في اي صباغه راه تلقاو هاد الارقام، ولكن كاين بعض الصباغات الماركات ناخذ غير 12. الا خديت غير 12 ما يخلصنيش من اللون الغير مرغوب، يبقى عندي شعاع برتقالي، فهمتوا؟ غندوزو الى التطبيقات. هنايا علاش خديت رقم 12 عمود صفرين؟ هنا باش يزيد يفتح لي اللون يخرج لي فاتح جدا، فهمتوا؟ الا ما درتش هذا 12 نقطه عمود صفرين نكتفي ب 9.1 ممكن، ولكن غادي يخرج لي اللون شويه غامق، فهمتوا؟ انا بغيتو يكون فاتح، هادشي علاش استعملت الرقم المركز 12 عمود صفرين. بالنسبه لاسم اللون خذوا اي ماركه متوفره عندكم. انا كنعطيكم هنا الماركات اللي كنخدم. نتوما بالنسبه للاخوات الجزائريات، الاخوات اللي في الدول العربيه، الاخوات اللي في اوروبا، يعني غتاخذوا اسم اللون. بالنسبه لهذا اشقر فاتح جدا بلاتين مركز، اشقر فاتح جدا بلاتين مركز. بالنسبه ل 9.1 اشقر فاتح جدا رمادي، اشقر فاتح جدا رمادي، بلوند سوندغي تخي تخي كلار.
انا عطيتكم الاسم وعطيتكم الرقم، لان بزاف د الاخوات كيدخلوا عندي في التعليقات ما عندناش هاد الماركه، ما كاينش مشكل، خذوا نفس اسم اللون. الاسم لا يتغير، الرقم يتغير من ماركه الى اخرى. كنذكر لكم الرقم وكنذكر لكم الاسم. هنا انا عطيتكم ارقام عالميه، في اي صباغه راه تلقاو هاد الارقام، ولكن كاين بعض الصباغات الماركات يديروا ارقام مختلفه. هادشي علاش كنقول لكم ركزوا على اسم اللون. غادي ناخذ هنا تيوب كامله من الرقم 9.1، وغادي ناخذ ربع تيوب من الرقم 12 عمود صفرين مع نفس الكميه اوكسيدون. الا كان متوفر عندكم الاوكسيدون ديال غارني ممكن ديروا قرعه ديال غارني دو اوكسيدون، وكتاخذوا 4 قرعه ديال الاوكسيدون باش ديروا كميه متساويه ما بين الصبغه والاوكسيدون. نتمنى خواتي تكونوا فهمتوا. انا ناخذ قياس خصله فقط. نفس الكميه اوكسيدون 30. نخلطو كلشي مزيان. من بعد ما تخلط كلشي مزيان نطبقها الخصله ديالي من الجذور حتى لاطراف الشعر. من بعد هنا 30 دقيقه نولي نتلاقى معكم. من بعد هنا 30 دقيقه نشوفوا الخصله ديالنا اخواتي. شوفوا هنا اللوين، شفتوا اللوين ديالنا، غادي نغسلو باش يزيد يبان اكثر. هذا هو اللون ديالنا. وانتم اخواتي غنشفوه نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي اخواتي من بعد ما سرحت الخصله ديالي لون ولا اروع. عندكم اي سؤال، اي اقتراح، اي طلب، اي استشارات، طرحوها لي لي كومونتير ديال اخر فيديو، كنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. اخواتي ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم فضلا وليس امرا.